السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبداو نصليو على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. بون خطيتي العزاز، قبل ما نبداو في لا فيديو تاعنا ماذا بيا ما تبخلونيش بجنب هكا يطلع الفيديو لاكبر عدد، وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء حتى تعم الفائدة. بالنسبة للغوصة تاعنا تاع اليوم البنات راح نديرو مع بعضنا اروع مملحة ممكن تجربوها، وصفة تاع الكوكا البنات. شوفولي كمية التوريق يعني اللي راح تجيكم، واسمعوا لي القرمشة. شوفوا معايا هنا البنات بواحد الحشو يجي معسل ولا بطاحة البنات يعني خفيفة ريشة ومورقة للقلب كما راكم تشوفوا. هنا ما نطولش عليكم اخواتي العزاز، جيمو بارتاج ونمروا للوصفة مباشرة. نبداو هنا اول حاجه باللاباط تاعنا البنات. عندي كاس ناقص صباع كيما شفتوا، حليب يكون دافي. عندي نص كاس تاع الزيت. هنا الكاس تاعي البنات اكثر من تاع ام وليد شويه، عادي كان نقصت صباع في الحليب. نتوما لا درتو تاع ام وليد يعني ديروا كاس كومبلي. هنا كنت حطيت بيضه وصفار خليته للتزيين من بعد. عندي مغرف صغيره تاع الملح. العجينه ما فيهاش مقادير، خلا خلا البنات يعني توجد معاكم في ساعة. أنا هنخلطه كلش مع بعضه يعني حتى يتحل يدك بياض البيضة وينسجم الزيت مع الحليب. بركة البنات هذا واش نحتاجو فيها، وراح نبدا نلمها بالفارينة. هنا البنات بالنسبة للفارينة أنا دات لي 3 كيسان وشوية، يعني 3 كيسان وربع كل واحدة. يعني حطوا 3 كيسان نحطوهم، وديك شوية الكاس الرابع ابداو ضيفوا بشوي. راح نبدا نخلط لهنا البنات. هنا في الكاس الثاني شوفوا معايا، هنا في الكاس الثاني يا البنات راح نضيف نص باكي تاع خميرة الحلويات. يعني هنا كانت محلولة ديجا الباكية دي البنات، يعني بقات لي فيها غير نص. وراح نكمل نخلطها هنا جوست بالفوية البنات. هنا في الكاس الثالث راح نحي الفوي نبدا نخدم بيدي. فوالا. بالنسبة للعجينة لهنا البنات راح نخليوها يعني طرية شوي. دوك نعدلكم القوام تاعها كيفاه لازم يكون. هنا الكاس الثالث كنت ولهته واني حطيته. هنا الكاس الرابع يعني ما حطيت غير 4 من ورا الكاس الثالث، ضفت غير 4 على البنات. هذا هو اللي راح نلم بيه العجينة تاعي. فوالا. قلت لكم بالنسبة للكاس المستعمل تاعي هذا البنات او اكتر من تاع ام وليد بشوي، يعني سي بور سا اللي خدمته بتاع ام وليد يعني حيدي لكم 3 كيسان، قولوا حوالي ونص. راح نبدا نلمها انا، ما ندلكها ما والو البنات، جست نضمن باللي الفارينه كامله دخلت هكا في العجينه تاعي بهذا الشكل. شوفوا القوام. فوالا حنحطها هنا في الساشيه البنات، ونروح نخدم الحشو تاعي. يعني العجينه تاعي ما تحتاج لا تخمر لا حتى شي، هنا جست ترتاح شويه بركه الوقت اللي راح نخدم فيه الحشو تاعي. بالنسبه للحشو تاعي انا حبيت نديره لكم اقتصادي يا البنات بدون لحوم. كانوا عندي هنا كعبات تاع حوالي 3 كعبات تاع بصل يكونوا متوسطين، و3 كعبات تاع طماطم يكونوا متوسطين. انا الطماطم تاعي صغيره سي بوغ سا درت 4، والبصل تاعي كيف كيف صغير سي بوغ سا درت 4. نتوما اللي عادوا متوسطين ديروا 3 راح يجيكم سوا سوا مع العجينه تاعكم. انا حكمت وقصيته كاريات البنات، يعني ما تربيوهش وما ترحيوهش، يعني باه ما يخرجش الماء تاعو، ولا خرج الماء تاعو راح تجيكم الحشو صامت وما يجيكمش معسل البنات. قصوه من الاول بعد كاريات بهذا الشكل. صدقوني القصة تلعب دور كبير في الجو تاع، يعني الجو تاع البصل يتبدل البنات حسب القصة. صدقوني جربوه، كي تقصوه جوانح راح يجي الجو تاعو بزي، كي ترابيوه الجو تاعو يجي بزي، وكي ترحيوه يجي الجو تاعو يجي بزي. والله يعني روماركيتها، وكي تقصوه كاريات هكا يجي الجو تاعو بزي. فوالا. انا كنت قصيت هذاك 4 فصوص ولا 5 تاع الثوم، قصوها دوائر كيف كيف. انا ما حبيتش الرابيه باه ما يتحرقليش في التقليه البنات. فوالا. صدقوني الحشو بهذه الطريقه يعني شكشوكه تجي بنينه عسل. هنا حنحطه يتقلى لي، حطيت له حوالي 3 مغارف تاع الزيت البنات، وحطيته يتقلى. هنا حطيت له شويه تاع الملح يعني باه يتقلى لي في ساعه، وراح نغطي عليه نقص عليه النار للاخر، ونرجع له كي ذبال خلاه ويبدا يتكرمل البنات نرجع ليه.
شوفوا لي هنا خواتاتي العزاز، بعد ما فات عليه حوالي 5 دقايق يعني ولا أكتر شوية، وهو قاعد يتقلّى على نار قليلة، وأشاك فوا نروح نحركه يعني ما نخلّيه باه ما يتحرقليش. شوفوا لي هنا بدا يذبل. في المرحلة ذي كنت قصيت ديجا الطماطم تاعي كيف كارياتها البنات صغيرة بلا ما قشرتها، قصيتها مباشرة وحطيتها فوق البصل تاعي. هنا ما تزيدوله ولا قطرة تاع ما البنات، بسكلش دوك يسيب الطماطم دوك تسيب الماء تاعها. هنا لعبت الطماطم تاعكم حامضة، زيدوا لها مغرف صغيرة تاع السكر، راح نغطي عليها هنا البنات ونخليه يطفي غير دخلة. نرجع هنا للعجينة تاعي، يعني بعد ما وجدت الحشو خليته قاعد يطيب. هنا راح نرجع للعجينة تاعي، راح نديرها هكا حرب وشوفوا كيفاه توليك الالاستيكية البنات. هنا راح نقسمها على 4، يعني كل طبقة نحتاج منها زوز. فوالا، يعني الطبقة اللي من تحت تاع الكوكا تاعنا نديرو فيها زوز، والطبقة اللي من الفوق نديرو فيها زوز. راح نديرهم هكا كرات البنات، حاولوا ديروهم قد بعضهم. فوالا، غطيوهم باه ما يشيحوش البنات ونبداو نخدمو بالوحدة. فوالا، هنا كنت ذوبت زوز مغارف كبار تاع، انا عندي نشا وعندي زوز مغارف كبار تاع الزبدة. كنت ذوبتهم البنات يعني كاكا، وجاوني جاتني يعني فضل لي نصها زبدة. نتوما من الاول ذوبوا غير مغرف كبيرة معمرة مليح، يعني انا ذوب الزوز بقات لي حوالي مغرف. نتوما من الاول ذوبوا غير مغرف كبيرة برك. وعندي نشا للتوريق، هنا كنت نستعينوا بنشا ونبدأ نحل فيها بهذا الشكل. يعني الفيديو قاعد يوضح اكتر يا البنات. انا اللي ما زلت تتفرج في الفيديو حتى لدرك نقولك حبيبتي ما تبخلونيش من هذاك الجنب جست باه يطلع لي الفيديو تاعي. انا بعد ما حليتها كيما راكم تشوفوا رقيقه البنات، راح نبدا ندهن بالزبده بهذا الشكل. يعني ما تكتروش البنات، جست ادهنوا كيما راكم تشوفوا. وراح نجيب النشا تاعي ونبدا نرش فيه هكا. تكوني تجي كما مورقة وتجي خفيفة وبنينة عسل البنات. فوالا، وراح نروح ندير القرصة الاخرى. فوالا، نقرصها بنفس الطريقة الاولى بقى. هنستعينوا بشوية تاع النشا، يعني العجينة راح تمشي معاكم وحدها، العجينة ساهلة خلاها البنات، وكيما تحب كيما تمشيوها تمشي معاكم، يعني ما تعذبش خلاها وما تعيش العجينة ديال البنات. فوالا، حاولوا ديروها عقد الاخرى. وراح نهزها كيما راكم تشوفوا ونحطها فوق اللولة. دوك نقربكم هكذا تشوفوا. شوفوا معايا البنات، ونبدا نهز ونعدل فيها عقد الاولى، يعني قلت لكم العجينه راح تطاوعكم وتمشي معاكم كيما تحبوا انتم. شوفوا معايا، حاولوا ديروها كيما الاخرى بعد. فوالا، وراح نجيب شوفوا هذه الدهنه الاولى تاع الزبده، وهذه الدهنه الثانيه، يعني احفظوهم البنات. هذه هي الدهنة التانية، يعني دهنا الأولى حطينا فوقها التانية، وهذه الدهنة التانية راح نطبقوها. فوالا، نزيد الدهنة الثالثة. وكل من تدهنوا ترشوا المايزينا البنات اللي هو نشا الذرة. فوالا، وزيد رايحة نطبقها، يعني احنا ندهنها كل طبقة ندهنها 3 مرات. فوالا، وراح نقفلها هكا البنات عادي جدا. شوفوا معايا، راح نخليها ابار وراح ندير الاخرى بنفس الطريقة. راح ندير الزوز الاخرين بنفس الطريقة هذه بعد البنات. هنا نرجع للحشو تاعي، هنا كان طاب شوفوا كيف ما هو تعسل. هنا البنات فيا صنعة أنا، يعني كون ما نديرش الفلفل الأكحل، ديما نقول ما بقيتش نطيب أكل صحي وما بقيتش ندير فلفل أكحل. كون ما نشوفش هذيك النقاط الكحلة في الماكلة تاعي تبان لي ماكلة تاع سبيطارات، تبان لي ماكلة صامتة. شكون اللي كيفي لازمتني كون نحط التوابل الكل وما نحطش الفلفل الأكحل، نحس حاجة ناقصة، يعني لازمتني رشة الفلفل الأكحل. فوالا، هنا حنطفي عليها خواتاتي العزاز، وراح نجي للبلاطو. بالنسبه للبلاطو تاعي هنا 30 على 35، يعني العجينه تاعكم راح تجيكم في البلاطو تاع الكويزينيير سوا سوا.
راح نهزها هكا بكل سهولة. أنا كنت حطيت روحي قاعدة نصور وأنا ما كنتش قاعدة نصور الطبقة اللي من الفوق أني صورتها كي قاعدة نقرص فيها البنات. هنا نعدلوها عقد البلاطو. بالنسبة للسمك تاعها هاكم شفتوا كيف ما البنات يعني رقيقة، مش رقيقة خلا بصح رقيقة. وراح نجيبو الطبقة اللي من الفوق. فوالا شوفوا لي العجينة كيف ما تمشي معاكم بكل سهولة البنات. هنا حاولوا تطبطبوا عليها هكا بالقراص باه ما تخرجش الزبدة من بعضها، وروحوا ديروا مباشرة. شوفوا معايا هنا البنات بعد ما قرصتها راح نجيب البلاطو اللي كنت حطيت فيه الطبقة الأولى، راح نعاود نعدلها هكا عقد البلاطو تاعي الكل، وراح نجيب الحشو تاعي بعد ما برد بيان سور ما ديروش وهو سخون. هنا راح نثقبها هكا البنات بالكردون فوالا ولا بأي حاجة، يعني باه ما تبوطليش من تحت، يعني باه ما تتنفخش وما تطيبليش جهه بجهه في القاعده. وراح نجيب الحشو تاعي، قلت لكم الحشو تاعي راح يجيكم الحشو تاعكم كي ديروا الكميه ديك البنات راح يجيكم سوا. وراح نبدا نوزعه بهذا الشكل. هنا ما توصلوش غير للحاشيه البنات، يعني خليوه هكا شويه 1 سنتيم هكا على الحاشيه، ما تقيسوش بالحشو باه نقفلو من بعد وما يسيحناش الحشو من بعضه. فوالا قلت لكم جاني سوا البنات. هنا حنضيف عليه فرماج رابي صدقوني راح يقلبو معسل ويزيدلو في البن نخلة. هنا تقدروا يعني تحبوها باللحوم، هنا تقدروا تزيدولها فيوند هاشي مقلي ولا بولي هاشي مقلي، كيما تقدروا تزيدولها غير الطون البنات تجيكم بنينة عسل. هنا زدتلها فرماج، يعني هنا حبيتها اقتصادية. فوالا وراح نجيب الطبقة اللي من الفوق، يعني هزوها بالقراص هكا وحطوها من الفوق. فوالا وراح نبدأ نعدل البنات يعني، والزوائد نحيهم بالمقص عادي جدا. فوالا هنا حاولوا ترصوا هكا على الحواشي هذوك البنات باه ما يخرجناش الحشو تاعنا كي تعود قاعده تطيب. فوالا وراح نبدأ نتراسي. هنا البنات ما توصلوش حتى للحشو، شوفوا بالخفيف خلاص تراسيوها برك. يعني دوك نعدلكم طريقة الطهي تاعها. هنا جست ما توصلوش خلاه للحشو، لازم الحشو ما يبان لكمش باه ما يخرجش البنات، بس العجينه اللي كانت تبلت بالحشو مش راح تتورق معاك، يعني لازم ما توصلوش للحشو تاعها. شعلت الفرن تاعي هنا البنات على نار متوسطه غير من التحت، كي نشوفوا بدا يحمر انا راح ندهنها الصح، يعني خليوه يسخن مليح الفرن تاعكم. انا حطيت لها شويه تاع الحليب البنات وراح ندهنها على الوجه. فوالا وانا كنت حطيت لها هكا كان يعني فضلي هنا الزيتون خلاها البنات هذا واش لقيت. نتوما حطوا كعبه كامله يعني لكن عاد متوفر عندكم. التزيين هنا يبقى اختياري، إذا حطيت فوقها شويه تاع جلجلانيه البنات، يعني لكم الحريه في في التزيين. هنا تقدروا تحطوا ريشه تاع المعدنوس،
يعني هنا فوق العظام راح تلصق البنات، وكي طيب تجيك متهبل، يجيك مشكلها مليح. قلت لكم نطيبها غير من تحت البنات. شوفوا لي هنا بعد ما حمرت لي على الجوانب كيما راكم تشوفوا. هنا نجبدها من الفرن ونبدا نترسي فيها كيما راكم تشوفوا البنات، يعني ما توصلوش للقاعده لتحت هي خلا، جست قصوا الطبقه الفوقانيه والحشوه معاه. فوالا. هنا البنات راح نشعل عليها من الفوق، وشوفوا لي جمال الوصفة تاعي. صدقوني وصفة من أروع ما يكون، خفيفة ريشة، مورقة بنينة معسلة، يعني الصفات المليحة كاملة فيها البنات. تصلح بوكو بليس هنا في رمضان. قرديو الفيديو تاع كمال البنات، يعني تحتاجوه. وما تنسوش تخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسونيش من هذاك اللايك خواتاتي الأعزاء. ونمروا إلى وصفة أخرى إن شاء الله في الغد. هيا البنات نخليكم هنا شوفوا لي، دوك نحل معاكم واحدة، وإلى الملتقى إن شاء الله.